موظف غريب مودي، مرة تلاقيه لطيف ودمه خفيف، ومرة تانية شايف نفسه ويعدي من جنبك ولا كأنه شايفه. ولما تعمل ميتنج وتقول ان ادارتك فيها مشكلة بتمر بيها وعايزين حل، تلاقيه ساكت وما بيتكلمش. وفي اخر الميتنج او تاني يوم تلاقيه طالع لك بحل جهنمي. من بساطته تستغرب ازاي ما جاش في دماغك انت وباقي التيم، بس ده علشان هو شخص كرييتيف. وفي الفيديو ده هقول لك على 6 طرق تكتشف بيها الشخص الكرييتيف في فريقك، وكمان ازاي تتعامل معاه علشان تطلع منه احلى شغل يخلي فريقك في حتة تانية. وكمان في حاجة مهمة هقول لك عليها في اخر الفيديو علشان ما تخسروش وتخسر فريقك معاه. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. المدير الصح اللي عايز ينجح بيتعامل مع شغله كأنه ماتش كورة، عينه عاملة زي الكشاف، بينقي اللعيبة اللي معاه على الفرازة عشان يقدر يكسب بيهم كل الماتشات اللي بينزلها. وزي ما في صانع ألعاب في الكورة، انت كمان محتاج الموظف ابو دماغ سابقة اللي يفكر في المشكلة قبل وقوعها، وكمان ما يسكتش الا لما يلاقي لها حل. ودلوقتي خليني اقول لك ازاي تتعامل معاه. اول طريقة، سيبه يجرب ويبوظ زي ما تكون بتتعامل مع طفل. عارف الاب اللي بيقول لابنه العب براحتك بس ما تكسرش حاجة؟ اهو انت بالظبط تتعامل معاه بالشكل ده، وفي نفس الوقت خليك جاهز تتدخل في الوقت المناسب وقدم الدعم ليه. الكرييتيف مختلف، بيحب ياخد ريسك التجربه، والحاجات اللي نتائجها مضمونه ما بتحفزوش، ودي ليها ناسها. وشطارتك انك توظف دول كمان صح. تاني طريقه، ما تقعدوش مع ناس شبهه ولا ناس روتينيين صرف، حاولوا موظفين شبه روتينيين. اسوأ حاجه ممكن تعملها مع شخص كرييتيف انك تشغله وسط ناس شبهه. صحيح انه هيخلي المنافسه بينهم عاليه، بس في نفس الوقت مش هيخليهم ينتجوا. ولو شغلته وسط فريق روتيني بس رافض التجريب او التغيير، مش هيخلي عنده حافز اصلا ان هو يبدا. والحل انك تخليه وسط ناس روتينيين بس عندهم المرونه انهم يجربوا، بشرط انهم يبقى عندهم النو هاو او عارفين اليات التنفيذ وكل التفاصيل علشان يوصلوا للنتيجه المطلوبه. ثالث طريقه بقى، ما تشركهمش في كل حاجه، اشركهم في الاعمال الهادفه بس. الكرييتيف دايما عنده فيجن، يحب يعرف منك المطلوب والهدف منه وقد ايه ده هيأثر بشكل ايجابي على الشغل. الكرييتيف عنده التشالنج عالي، بيستمتع بالشغل اللي لما يعمله بيبقى عارف انه هيضيف فاليو لمكانه، وده مفروض يأهله انه ياخد مكافآت عاليه. بس هتتصدم لما تعرف انه من افضل الطرق انك ما تديلوش مكافآت ماليه كبيره. ودي الطريقه الرابعه. صحيح ان المتعارف عليه ان المكافآت الماديه هي اكتر حاجه بترضي الموظفين، بس دي مش اكبر اهتمامات الشخص الكرييتيف. التقدير المعنوي زي انك تديله كريدت وسط فريقه، او تبعت له ثانكس ميل وتعرف الاداره قد ايه الشخص ده حل مشكله كبيره، هي الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن ترضيه. وده جنب المكافاه الماديه طبعا اللي مش لازم تكون كبيره زي ما قلت لك. خليك عارف ان الكرييتيف حافز التحدي عنده اكبر من الحافز المادي، عشان كده الاولويه بالنسبه له هي التقدير المعنوي وبعدها التقدير المادي. خامس حاجه، ما تضغطش عليه واديله الحريه، وخليك مرن معاه وبلاش تتعامل معاه بالشكل الروتيني. نظام انت فين وبتعمل ايه دلوقتي وليه ما عملتش الحاجه بالشكل اللي قلت لك عليه، ده مش هينفع مع الكرييتيف. اديله الحريه انه ينفذ الحاجه بالشكل اللي يريحه، وده طبعا ما يتعارضش مع نقطه ان لازم يكون في ديدلاين لكل حاجه. شعور الراحه اللي هيلاقيه في المكان هيخليه لويال ليك وللشغل، ولو اتعرض عليه شغل في مكان تاني بفلوس اكتر هيرفض، وده علشان راحته في شغله معاك، وكمان علشان النقطه الثابته وهي التقدير. الموظف الكرييتيف محتاج منك التقدير، وانك تحسسه قد ايه هو شخص مهم في التيم بتاعك. ولو حس انك بتعامله زيه زي زمايله هيدور على مكان تاني يحس فيه بشعور التقدير. ودلوقتي بعد ما عرفت طرق التعامل مع الموظف الكرييتيف، واجب عليا احذرك من حاجه ممكن تخسرك كتير. لو حبيت شغل الشخص ده فده ما يأهلوش انك ترقيه وتخليه تيم ليدر او مدير من بعدك، وهقول لك ليه. لو ركزت شويه هتلاقي ان الشخص المبدع في شغله ممكن ما يصلحش انه يكون ليدر او مدير ناجح. الكرييتيف ممكن يكون عنده الموهبه وحب التعلم، لكن وارد جدا ان يكون ناقصه المهارات اللي تخليه مدير ناجح. وعندنا من الحكايات كتير، يعني لو قريت في قصه حياه ستيف جوبز هتلاقي ان علاقته بالاجهزه كانت احسن بكتير من علاقته بالبني ادمين. الشغل الاداري بيغلب عليه الروتين والقواعد اللي ما ينفعش تخرج براها، والكرييتيف زي ما قلنا ما بيحبش القواعد ولا الروتين، وده يخليك تعيد النظر فيه لو بتفكر تخليه في منصب اداري. لكن في الاخر الحكم ليك انت حسب رؤيتك وتقييمك ليه. ودول كانوا اهم 6 طرق تتعامل بيهم مع الشخص الكرييتيف. قول لي في الكومنتس بتعمل منهم كام واحده، ولو في حاجه تانية مختلفه شاركني بيها. ولو عايز تسلك اكتر في سوق العمل تابعني على كل المنصات، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.